تصريح احمد عبد الرؤوف بخصوص تغيير محمود جهاد علشان يحافظ عليه ده مش صحيح، وتعال نشوف مع بعض ليه. اللعبة دي هجمة مرتدة على الزمالك 4-على-4، مفروض لاعب مركز 6 يكون ارتداده سريع عن كده. شوف في اللقطة دي هتلاقي ان محمود تحس كده بلغة الكورة مش قادر يشيل رجله من على الارض، وادي نفس القصة بتتكرر تاني، اللعيبة سابقاه. بص بقى اللعبة دي عايزة لعيب كرة علشان يفهمها كويس، اللعيب هنا بيعدي منه بكل سهولة، ودي معناها ان هو مش قادر بدنيا، وكمان اللاعب هيمشي مسافة طويلة جدا وهو مش قادر يلحقه، وكانت هجمة خطر جدا لولا ان تصرف اللاعب السيء. وفي اللعبة دي كان هيتسبب في ضربة جزاء على الزمالك لانه مش قادر زي ما انتم شايفين كده. احمد عبد الرؤوف صرح وقال ان هو خاف عليه علشان كان واخد انذار. طب ازاي وهو قرر التغيير قبل الانذار اصلا؟ بص كده على الخط هتلاقي ادم منتظر التغيير، ومحمود اصلا لسه هياخد الانذار في اللعبة دي، وطبعا لانه مش قادر. بصراحة كده شايف احمد عبد الرؤوف معاه حق في التغيير ولا كان غلطان؟